من ویستومە لەم توێژینە بە ئەنجامی بگەێنم لە توێژینەوەکە پانۆڕامایەکە بە یاساکانی عێراق و یاسا نێودەوڵەتیەکان. بەڕاستی ئەوەی کە زیاتر ڕۆژنامەنووسانی کوردستان و هەرێمی کوردستان ئاگدارە ئەو یاسا و ڕێنمانەیە کە لە هەرێمی کوردستان دەرەچێە. بۆ مەبەستە ویستومە ئەو ئاڵنگاریانەی کە لە نێو یاساکانە یەتە پێشەوە بۆ میدیاکار و میدیاکار کە ناتوانێت خۆی لێبەر پرسیارەتی ئەوە بپارێزێ بۆی کە بتوانێت لە یاساکانی تاوان کە بێتە هۆی ئەوەی پەشێوی کۆمەلگا لە بەرۆی ئێمە باز لە میدیای دیجیتاڵەکەین کە ئاسایشی کۆمەلگا چۆن نتوانێت تێک با لەو ڕێگەیانەوانێک بە تایبەت لە بواری نێشتنی متمانە لە بواری نێشتنی مافی تاکە کەسی لە ئینسانەکان لە بریەوەی کە ئینسانەکان ئیدی لە مۆدووە لە پێچینەوەی یاساییان بەرامبەر بکرێ. ئەوەی کە من ویستومە لەم توێژینە ئەنجامی بەم بەڕاستی کاتەکان ئەوە کەم ماوە تۆ نازانم لە کوێ دەستی بۆ بەرم و کوێ باس بکەم. دیارە میدیای دیجیتاڵ و پێناسی ئاسایشی کۆمەڵایەتی و کۆی گشتی و برادرانە باسییان کرد، بەڵام ئەوەی کە هەیە بەرنیسبەت بنەوانێ ئەمێ باسی کەم میدیاکاری خۆمان لە هەرێمی کوردستانە زۆربەی کات ئاگدار نین لەو یاسانی کە لە عێراقا چی یاسایەک هەیە، چی یاسایە کە پەیوەستە بەوانێ. ئێمە ئێستا لای خۆمان نۆ پاشخۆی یاسامانەیە لە هەرێمی کوردستانە، لە یاسای ڕۆژنامەنووسانە، یاسای خراپەکردنی ئامارە پەیوەندیەکانە، یاساکانی تیرۆرە، یاساکانی مافی تاکە کەسیە، تا نۆ پاشکۆمانەیە کە ئێمە لەگەڵ یا کارەکەین. پێویستمان بووبن بە پێویستم زانی بەڕاستی لێرە میدیاکارەکانی ئێمە تەنها هەر ئاگداری ئەوە نەبن لە یاساکانی هەرێم، ئاگداری یاساکانی عێراق بن و لەگەڵ یاسا نێودەوڵەتیەکان بەڵێ دەستخۆش. هەتاکو ئێستاکە لە ناو یاسا نێودەوڵەتیەکانە هیچ مادەیەکی یاسایی تەشریع نەکراوە بۆ ئەوەی کە ڕێگری بکات لە تاوانەکانی ژیری دەستکرد. و لەسەر ئاسی ناوچەکەش بڵین لە دوای 2010 و بەتایبەت لە دوای 2020وانەیە ژیری دەستکرد بە تەواوەتی بۆتە کایەکانی ناو میدیاوانەیە. بەس لەسەر ئاسی ئەوەی ئێمە کە ئەگەڕێنەوە بۆ یاساکان، وەلەو ئێمە یاسایەکیمان لا جەریمە لا عقوبە لا بالنەزر، هیچ جەریمە نیە کە دەقێکی لەسەر نەبێ. و تا ئێساکەم هیچ دەقێک هیچ ڕێنمایەکمان نییە، بەڵام وڵاتی ئیمارات توانوێتی وەزارەتێک دامەزرێنێت لەسەر ئەو ئەساسە کە لە ئێستاوانێ هەموو ئەو تاوانانەی کە AI ئەنجامیە شەرت نییە ئیلا لە مەجاڵی میدیا بێ، لەوانەیە لە نێو مەعمەلێکە ئەنجامی لەگەڵ خاوەنکارەکەیە لێوێ قسە خەریکی تەشریعکردنن. بەڵام وەکو یاسا نێودەوڵەتەکانیش تا ئێساکە کۆبنەوەکانی ئیتیحادی ئەوروپی و بەڕاستی جاڕنامەی جیای مافی مرۆڤ هێشتا کۆبنەوەکانی ئومەی متحیدە ناتۆتە ئەو بوارە کە یاسایەک تەشریعکە، بەس هەر معاهدات و کۆنفرانسەکە لەسەرەوەی کە چۆن تەشریع یاسای بکە لەبەرەوەی ئەی ژۆنە لە پێشکەوتنی دیجیتاڵی سەریعە ئەوانش پێڕاناگەن لە ئێستاوانێ یاسایەک تەشریع بکەن. البحث كان بالتعاون، حرية التعبير على الانترنت بين الأمن والتجريم بالتعاون مع الأستاذ المساعد الدكتور مهدي والدكتور شوان، هم أحد زملاء كلية القانون في جامعة نولج. فابتدأ البحث كمقدمة باعتبار أن الانترنت اليوم أصبح أداة للتواصل والتفاعل الاجتماعي بصفة إيجابية، ولكن هذه الأداة تحولت إلى سلبية وقد تكون نغمة على المجتمع وعلى الأمن والسلم المجتمعي، ولا سيما نحن اليوم نعيش في حالة أو في مرحلة من الصراع الثقافات وصراع الإرادات والصراع التكنولوجي، هذا الصراع الذي يؤدي إلى تغطية هذه الإشكالية. حقيقة أهمية البحث انطلقت من أن كل الجرائم الإلكترونية اللي تحددها القانون كانت واضحة وفيها نصوص، ولكن في هذا الموضوع أعتقد عندي إشكالية في جدلية العلاقة بين الأمن والحرية. هل الحرية تستمر أم تتوقف عند حرية الغير؟ وبدأت الفرضية باعتبار أن الأمن المجتمعي أساسي وغاية، ولكن بين هذا وذلك نرى أن القانون والسياسة لا يواكب التطور والتقني. وأعتقد أسلفنا الذكر في مقدمة الافتتاحية لما أسعفنا بكلمة الدكتور الزائر أستاذ جاسم وأستاذ أعتقد هادي مسلم، باعتبار أكو إشكالية في التشريع. هذه الإشكالية سوف تعالج من خلال 3 محاور. المحور الأول هو حرية الرأي والتعبير بين الأمن والديمقراطية. للأسف نحن لازلنا أمام شعوب فتية في التعامل مع النظام الديمقراطي،
ونفترض أن الديمقراطية هي سلوك وأسلوب. نحن نمنا 2003 صحينا 9/4 في نظام ديمقراطي فوضوي لا يقنن بقانون ولا يرتب بنصوص، وليس لدينا أدوات تنظم هذا الإجراء. فبالتالي هناك إشكالية بين الحرية والتعبير، باعتبار أن الحرية قد تكون صفة إيجابية يستطيع بها الإنسان أن يعبر عما في غور النفس أو ما يريد أن يعبر به، والتعبير هو ترتيب هذه المفردات، كيف يعبر عن طريق سلوك، عن طريق ثقافة، عن طريق بادي لانجوج، عن طريق إيماء، عن طريق حركة، عن طريق تفجير. هذا تعتبر كلها سلوكيات تنطلق من أساس الحرية. أراك أن أوكي. المحور الثاني هو أن القيود القانونية، بالتأكيد القانون إلى اليوم لم يعالج الأمن ولم يعالج فيما يتعلق بالإنترنت، باعتبار نحن لازلنا دول ومجتمعات جاذبة، نقلد لا نقلد. نحن اليوم مجتمعات نجذب التجارب وإن صح التعبير نمارسها أو كما هي بدون تقنين أو ما يعتبر، لأن أنا عندي قيد، عندي عادات وتقاليد وقيم ومبادئ، هاي يجب أن تكون قيود. يعني اليوم الثقافة في الأردن مختلفة عن الثقافة في العراق، حتى على مستوى المجتمعات، ثقافة السليماني مختلفة عن ثقافة أربيل. فبالتالي نحتاج أن تكون الأعراف، حتى وإن لم يكن القانون يسعفنا، الأعراف ممكن أن تسعفنا في هذه المصطلحات. في الختام توصلنا على أن بعض التوصيات أن حرية التعبير لا يمكن تنازل عنها مهما كان الثمن، ولكن يجب العمل على إعطاء ثقافة بين حرية التعبير لدى المواطن، يجب أن تكون ضمن مواضع أو ضوابط المسؤولية والقيم والعادات والتقاليد السائدة في هذا المجتمع. 3 هو أن نشر أي معلومة قد تقوض هذا الأمن وهذه الحرية يجب أن تعالج ضمن نطاق الأمن المجتمعي والأمن والسلم الدولي. وهنا تظهر أهمية الدولة، باعتبار يجب أن توظف أهمية الأمن، لأن ندرك احنا اليوم هناك دول بموجب قانون الطوارئ قد تكون كابحة للأمن وللحريات والتعبير، أو قانون الإرهاب، ولازم نحن اليوم أمام إشكالية حقيقية تتعلق في الإرهاب. 4 هو أن الحوكمة الإلكترونية والمراقبة يجب أن تكون ضمن نظام قانوني يؤمن بطبيعة وثقافات هذه المجتمعات، لأن ما يكون مباح في غير دولة قد لا يكون مباح في هذه الدولة. شكرا على هذا، وناخذ شديد والسلايد ما موجود. ذكر واقع عندنا زميلة عندها ولد عمره 12 سنة، هذا دخل على موقع يريد أن يشتري دراجة، فدخل عليه شخص قال له الدراجة موجودة معاي وحبيعك هذه الدراجة بسعر رخيص جدا، بس عايز منك أول حاجة تصور البيت، تصور أخواتك، تصور نفسك. هذا الطفل طبعا أهله علموه إنه ترى لو دخلت على السوشيال ميديا ودخل عليك شخص وطلب منك 1 2 3 تكون واعي، فروح بلغ. كثير من الأطفال ما يعرفون هذه التقنية فيصور نفسه. احنا مشكلتنا اليوم في السوشيال ميديا وخاصة مع موضوع المعاكسات من خلال البريد الإلكتروني، وأكثر ضحايا هذه الجرائم الفتيات. فتاة تدخل على موقع يدخل عليها شاب يغريها بكلام جميل، أنا أحبك وأنا أتعرف عليك وأنا ويصير بينهم محادثات ومراسلات وصور وبعدين فيديوهات، وبعدين لما يبتزها يقول لها ادفعي أو أنشر معلومات. التنصت، اللهو غير بريء، اطلاع المطبوعات الممنوعة، التأثر بالأفكار المتطرفة. أيام داعش في قضايا كثيرة سجلت في دول عربية وخليجية لشباب وأطفال وبنات في عمر 17 سنة التحقوا بداعش وتواصلوا مع داعش. واحدة من أشهر القضايا اللي سجلت في محاكم دولة خليجية، فتاة جامعية اكتشفت أسرتها أنها تتواصل مع داعش. طب ما الذي دفع هذه الفتاة أن تتواصل مع داعش؟ معناته في خلل في البيت، معناته في مشكلة في البيت، معناته أن هذه الفتاة
لم تجد في منزلها في بيتها من الحب والاحتواء والتواصل، فلجأت إلى هذه الجماعة. وأفكار كثيرة اليوم في بعض الأشخاص غيروا ديانتهم، تأثروا بديانات أخرى وغير ديانته مثلا من الإسلام من المسيحية أو العكس. يعني نريد أن نقول بأنه هذه الجرائم سجلت في محاكم وموجودة بكثرة. الخبرات الضارة، تعليم الأطفال كيف يصنع قنبلة موجود. قضية التأجيج العدوانية، الإجرام، الجريمة اليوم في العالم، المخدرات توزع من خلال السوشيال ميديا. من خلال السوشيال ميديا ما يحتاج لك أنت تروح تجيب المخدر، هو يتصل لك. أنتم ما يرسل لكم أحيانا بعض الأشخاص يقول لك رفيق تبغي سامان؟ بعض الجنسيات الآسيوية على السوشيال ميديا يسمون المخدرات السامان، فيبعث لك يقول لك يا رفيق ما تبغي سامان؟ أنا أحيانا أحب ألعب معاهم يعني هيك زي بقول إيه عايز سامان وكيف حتبعث لي إياه والشرطة حتمسك تبغى أنت سامان. فعلا سامان يعني غرض باللغة واحدة من اللغة الآسيوية. إيه سامان يعني غرض. طبعا هذه فيها تشفير على أساس ما حد يعرف. عموما دكتور أعتقد الوقت يجري سريعا وأنا كمان أحاول أجري معك. هذه بعض الحالات الحقيقية وقعت في دولة الإمارات وسجلت كجرائم إلكترونية عند الأحداث أو عند الشباب. اللاعب ميسي دخل، كان جاي دبي وموظف على كاونتر الجوازات يعني يمزح معه، يقول له أنا مش حدخلكم وكذا 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 فبلغ عليه. وإحنا دولة قانون، ما في يعني أنت طالما رحت اشتكيت على شخص فتعاقب. خليجي سب المسيحيين في رأس السنة الميلادية. اليوم نشوف كثير من الشباب وخاصة مشاهير السوشيال يطلع يسب أنتوا كذا وأنتوا كذا وأنتوا كذا وهذا يخالف العقيدة وأنت مالك في عقيدته وفي دينه. يا أخي لكم دينكم ولي دين. مسكوه وألقي القبض عليه. 2 من الشباب قبل 2 صار عندنا احنا في راس السنة حريق في فندق العنوان في دبي، فطلع ويستهزأ بأن شوفوا هذه الإمارات وهذه وشوفوا كيف اليوم يعني للأسف الشديد ما يستغلون هذه الوسيلة الإعلامية المهمة في التوعية مثلا، ما يستغلها في خطاب أو في رسالة أو في مضمون جيد. فطالما في قانون انتهى الأمر، لا تستطيع أنت أن تخرج فوق القانون. معلمة إماراتية أيضا في واحدة من دروس التربية الإسلامية، هي مفروض عليها تدرس يعني، فتثير النعرات الطائفية بأن طلبة وتعلمون كذا وكذا كذا. إدانة ألماني وخليجية بالشتم عبر الواتساب. قضية زواج المواطن على الدراجة، واحدة أرادت أن تعمل زواج غير تقليدي فعملت الزواج على دراجة نارية، هي والعروس والعريس على دراجة نارية. فالناس طبعا الناس انتقدوها في السوشيال ميديا من سبها ومن علق عليها، فهذه تعتبر جريمة من جرائم السوشيال ميديا. المخاطر كثيرة حقيقة، أنا بس عشان دكتور الوقت أعتقد دراسة أجريت في الإمارات أيضا لأطفال أعمارهم من 8 إلى 17. الخاتمة نريد أن نقول بأن نحن أمام موضوع كبير، ومشكلة السوشيال ميديا وجرائم الإنترنت وجرائم الأحداث لن تنتهي أبدا، لن تنتهي. لكن نستطيع أن نضع حد ونقاوم ونحارب من خلال القانون، هذا أولا. 2 مطلوب الوعي المجتمعي. اليوم نحن أبنائنا لابد أنه يعرف، طالما أنت تعطيه موبايل وتعطيه جهاز كمبيوتر لابد أنك تعمل له توعية وتعمل له ضبط في عملية الدخول إلى هذه المواقع، تحديد أوقات لاستخدام الإنترنت حتى ما تكون العملية فوضى. أنا أعتقد نحتاج إلى جهد وجماعي
ومسؤولية مجتمعية. الإعلام له دور، التربية لها دور، المجتمع له دور، جمعيات النفع العام لها دور في عملية أقل شيء أن نخلق وعي مجتمعي في هذه المشكلة.